في البداية الفيديو ده تصوير دراجون، وده لانه معاه التي بي لينك او الالفا الادابتر او الانتلة الاصلية اللي هي نوعها الفا. طبعا النوع ده من الانتلة مش بيدخل للاسف مصر. طبعا البديل بتاعه اللي هنلاقيه على امازون ايجيبت هو التي بي لينك. الفا بتتصدر في الجمارك للاسف، ولكن الفيديو ده مشروح على الالفا وبيشتغل عادي جدا على التي بي لينك. ولكن في الفيديو ده هنشوف ازاي هنفتح الواي فاي حرفيا في اقل من 3 دقايق، وده لان الالفا حاجة كده جبارة. في الاول عشان نتاكد ان هي شغاله هنكتب sudo airplay -ng space -test wlan 0 باسورد. باسورد خطأ يا دراجون. تمام كده قال لنا فايل فشل no such device، ده معناه ان الوصلة مش شغالة. تمام كده. ولما نيجي نكتب iwconfig هيجيب لنا no wireless، مع ان الشبكة الوصلة شغالة هنا اهي ظاهرة زي ما انتوا شايفين، يعني هو كده موصلها في اللاب. فده بيكون المشكلة دي حلها في الديفايس. بنروح للديفايس، بنروح لليو اس بي، وبعدين نجيب اسم الشبكة وندوس عليها كده. تمام. اول ما نروح هيقول لك الواي فاي نوت كونكتد والانتنة شغالة. تمام كده. نكتب iwconfig، قال لنا ان الWLAN تمام متصل، ولكن المود اوتوماتيك. يعني طبعا احنا مش عايزينها اوتوماتيك، هنكتب sudo airmon -ng. هنا ظهر لنا البي اتش واي بتاعها والانترفيس والدرايف ونوع الانتنة. طبعا الخفا دي ده من الاي بي. نكتب sudo airmon -ng start wlan، وبكده المونيتور مود اتفعل معانا. تمام كده. هنكتب iwconfig وهنلاقي انه فعل لنا وضع المونيتور مود. تاني خطوة وان احنا هنروح للتطبيقات وهنستخدم الفرد واي فاي اتاكر. التطبيق ده بيستخدم صلاحية الروت. نكتب الباسورد، ده الايكون بتاع الاداة. تمام كده. هنا الستيتس هنخليها وضع المونيتور مود او الWLAN. تمام يا جماعة. ندوس عليها، هنسيبه يعمل الفحص بتاعه. بيقول لك هنا ان الاداة بتفحص الشبكات حاليا، هنسيبها لحد ما تتفعل. اول ما بتتفعل بيظهر لنا اداة الواي فاي WBA بتنور كده باللون ده، باللون الابيض، او بتتفاعل معانا اول ما ندوس عليها. وكل اللي ظهر ده يا جماعة شبكات واي فاي قريبة مننا. عشان نعمل لها التخمين اول ما ندوس كده على اي شبكة بيجيب لنا معلومات عنها، كل المعلومات، الاسيت اي دي، البيسيت، الشانل، الباور، وكمان السكيورتي بتاعها. طيب احنا هنا هنضيف ملف التخمين. ملف التخمين فيه ملايين من الباسوردات، هسيبه لكم في قناة التليجرام. ندوس على براوس ونحط ملف التخمين هنا. وبعدين نطلع
هنا بنختار اي شبكة احنا عايزينها، تمام كده، وبعدين اتاك. اقل من دقيقة بيكون عامل فحص كامل للملف الوورد تكست وبيظهر لنا الباسورد اهو. هنا جايب لنا كل الديتيلز، وهنا ال WPA key المفتاح بتاعها او الباسورد 1 2 3 4 5 6 7 8 ايه. الموضوع سهل، بس اللي خلاه اسهل هو الالفا ادابتر. اشوفكم الحلقة الجاية.